أسألكم بس سؤال يا جماعة، المخلوقات دي خلقت عبثا؟ خلقت لنقتلها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، أنا العوض كل ما هو مفيد. أكيد من المفيد يا جماعة إنه ما اشوفش منظر ولا أحس إن في ناس عقولها لسه من أيام العصر الجاهلي وإحنا في 2023. من المفيد إنه أنا ما اشوفش منظر يرفع لي السكر ولا يجيب لي السكر وأنا في الشارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة حصل موقف رهيب حقيقي بجد. أنا مش عارفة أتوازن، يعني أنا بحاول أمشي عشان خاطر أفك الصدمة. أنا حصلت لي صدمة والله يا جماعة. أنا رايحة أصلي صلاة الجمعة، وبعدين بحاول كده من عند إسكان شعبي. أنا من سكان أكتوبر، وفي الجناين اللي هي بتبقى يعني قدام الشقق يعني كده، الحكومة كتر خيرها عاملة جناين يعني. فللأسف كل واحد يفتكر ان الجناين دي اتعملت له هو بس، فكل واحد مسيطر على مربع ويقول لك ان الجنينة دي بتاعتي. ما علينا، يعني الموقف اللي حصل انه طفل صغير 4 سنين ماسك عصاية، او 3 سنين ماسك عصاية ونازل على طفل كلب بقى. يعني هو طفل بيضرب طفل كلب. ما مش جايب 10 ايام ولا 20 يوم. دب 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 دب. فانا جريت على السرير، لقيت الكلب يعني منتهى الذعر. يعني لا حد يعني عارف كده لما بني ادم بيجيله صدمه، الكلب يعني مش ممكن. فانا بقول للولد انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يا بابا انت بتعمل ايه؟ فين ماما؟ لقيت امه نطت من الشباك، اتاريها واقفه بتتفرج على ابنها وهو بيقتل الكلب. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين قال يعني خايفه على ابنها مني؟ لا اخطفه. يعني انت مش خايفه على ابنك من جهنم وكل اللي في دماغك ان هو خطك، مش في دماغك تربيه على الرحمه؟ تعالى هنا. قال يعني مش فاهم، يعني هي يعني منتهى الجهل. فالمهم بقول لها انت حضرتك انت مش شايفه ابنك بيعمل ايه؟ قالت معلش. فالمهم بقول لها يعني مش فاهمه برضو، انت مش بتعلميه الرحمه؟ قالت اصل احنا مش عايزينهم هنا، اصل الكلبه ولدت هنا واحنا مش عايزينهم هنا. فبقول لها طيب خلاص انا هجيب له اكل وكده واكله. قالت لا احنا ما نخليش حد يحط لهم اكل هنا، ما هو احنا مش هنحط لهم اكل عشان يمشوا من هنا. قلت لها الكائن ربنا خلقه بياكل ويشرب زيك، مش هتحطي له اكل وهتمنعي حد ان هو يحط له اكل عشان سعادتك مش عايزاه هنا؟ راحت قالت اصل ما هو الكلب نجس. قلت لها حضرتك ما هو الكلب مش في بيتك، الكلب في الشارع. قالت احنا مش عايزينه. قلت لها بيحرس المكان. قالت احنا مش عايزينه. قلت لها ربنا خلق الارض مش بتاعت حضرتك. قالت لا الجنينه دي يعني او المكان ده يخصني. المهم انا بناشد الازهر، بناشد كل رجال الدين، بناشد الاعلاميين. نحن ما زلنا في الجهل، ما زلنا في العقليات الجاهله، ما زلنا في عقول متحجره. يا جماعه ارفعوا درجات الوعي، الازهر الشريف، رجال الازهر الشريف، المؤسسه الكريمه، ارفعوا درجات الوعي يا جماعه. كونوا حريصين على رفع درجات الوعي. ما نقولش احنا، يعني انا اللي عايزه اقوله لكم ابتدوا من الصفر. يعني ما تخيلوش ان احنا وصلنا لمرحله وهنبتدي منها. لا ابتدوا من الصفر يا جماعه. واحده بتقول لك الكلب يموت عشان الكلب نجس والكلب مش في بيتها، وواقفه لابنها وهو بيقتل الكلب. يعني يا جماعه احنا واصلين لحد فين؟ يعني بجد انا مش لاقيه كلمات اقولها غير ان انا اقول يعني هو جهلها ده. مين اللي يتحمل اسمه؟ هل جوزها؟ ممكن يكون جوزها برضو جاهل زيها. والجهل هنا مش معناه ان انا بصف ان انا عشان دكتوره وهي لا. الجهل جهل يعني تحجر عقول. يعني هي مقتنعه ان الكلب نجس ولازم يقتل. ما هو ده مش جهل بقى علم، لا ده جهل ان هي عايزه، هي مقتنعه بكده، هي دماغها مقتنعه بكده. فهو يا جماعه الجهل هنا لا اقصد بيه ان هي معهاش شهاده وانا معايا شهاده. الجهل هنا اقصد بيه ان هي محجره دماغها على كده. مين بقى اللي يتحمل؟ هل جوزها؟ هل ابوها؟ هل يعني اكيد المجتمع كله لازم يتحمل اسم هذه السيده
فمؤسسة الازهر الشريف ارفعوا درجات الوعي، القنوات الفضائية ارفعوا درجات الوعي. يعني لما نقول كلب يقتل عشان نجس، وواقفه لابني 3 سنين عشان اعلمه انه يقتل الكلب عشان الكلب نجس، ما يعني الى ماذا نحن وصلنا لحد فين؟ يعني يا جماعه انا قناتي لكل ما هو مفيد. من المفيد ان هو يبقى فيه اتزان نفسي. انا قناتي بقول الدايت مش بس اكل وشرب، الدايت حاجات كتير قوي، ومنها الرحمه، ومنها ان انا لما اخرج من بيتي ما اتصدمش بهذه العقول الحجريه. يعني او الاقي طفل عنده 3 سنين بهذه القسوه، فيعني وانا في السن ده ممكن هذا الطفل بعد كده يكون مسؤول في الدوله، وانا لما اوصل بعد عمر يعني بعد العمر ارذل العمر الاقي هذا الطفل هو يبقى مسؤول في الدولة عن قرارات، أو مسؤول في الدولة، موظف في أي حتة أنا رايحاها. من أين له بالرحمة؟ يعني من أين له بالتعقل؟ من أين له بالاحترام؟ من أين له إنه هيرحم ست كبيرة، أو هيرحم يعني حد مريض؟ يعني يا ريت يكون الفكرة وصلت لكم. اللي أنا عايزة أقوله لكم يعني شيروا الفيديو على أوسع نطاق، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك، ونحاول كل واحد يرفع درجات الوعي في محيطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.